صدمة كبيرة لعشاق آيفون 15 بعد أيام من إصدار الهاتف الجديد بسبب المشكلات التي واجهت بعض المستخدمين، وهذه 5 منها. حذر أن تستخدم أي من طرازات آيفون 15 أو أن تنقل المعلومات إليه قبل أن تحمل التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS 17، والسبب أن النسخة الأولى من هذا النظام فيها مشاكل تقنية كبيرة تمنع نقل البيانات، كما أن هناك تحذيرات من ثغرات أمنية خطيرة فيها. يواجه المستخدمون مشكلة ارتفاع كبير لدرجة حرارة الهاتف التي تصل مع الاستخدام أو أثناء شحن البطارية إلى 47 درجة مئوية، ما أثار مخاوف من تفاقم المشكلة حتى مع وجود شريحة A17 Pro الأكثر تطوراً في العالم. معدن التيتانيوم في آيفون 15 برو الذي روجت أبل له كونه أكثر متانة كان أكثر المشكلات انتشاراً، لأن المعدن يتغير لونه بسبب بصمات الأصابع. الحل الذي اقترحته أبل هو مسحه بقطعة قماش واستخدام أغطية الحماية الأصلية. لا خيار أمامك سوى الاقتناع بهذا الحل. بعض المتابعين نشروا صوراً لوجود الغبار داخل كاميرا آيفون 15، ما يؤثر بشكل واضح على جودة الصور. بالعودة إلى المشكلة الأولى، الهاتف الجديد يتوقف عند التشغيل على شعار أبل، وهذه مشكلة مزعجة جدا واجهت عددا كبيرا من المستخدمين، وهي تتطلب الذهاب إلى مركز صيانة أو اتباع سلسلة طويلة من الإجراءات. وقد بررت أبل هذه المشكلة بأن الهاتف يصدر إشعارا للتحديث يجب عدم تجاهله إطلاقا. السؤال الموجه إليكم: هل تعتقدون أن هذه المشكلات ستؤثر على مبيعات أبل؟ أم أنكم تثقون بقدرة الشركة على تجاوزها سريعاً؟